بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. فيديو جديد بإذن الله. تصليح او اعادة تدوير او حاجة نعيد لبسها تاني بعد ما كنا هنرميها او حاجة زي كده. عايزه اقول لكم ان الجلابيه او العبايه البيتي دي انا كانت جايالي وهي جديده عشان اقصرها واظبطها في الصيف اللي عدى اللي احنا القريب ده كده. اتفاجئت ان صاحبته جايباها لي، ان فيها عيب وكانت هترميها. قلت لها وريهاني الاول اشوفها لك وكده. فزي ما انتم شايفين فيها تطريز، هي اوف وايت وفيها تطريز زي ما انتم شايفين والجيبين من نفس التطريز كده. وفجأة ان انا لقيت فيها عيب. هتشوفوه دلوقتي. ومش عارفة بقى، هي قالت لي على حاجة يعني ان هي ممكن تكون عين او حد، ان هي كانت الجلابية او العباية شكلها حلو عليها فاخدت عين، الله اعلم. او حاجة شبيهة بكده، او القماشة دايبة. بس ما اظنش ان هي دايبة لان هي جايباها من محل الصيف اللي عدى ده وكده، وفي نص الصيف كمان. تمام. فدلوقتي هي منسلة خالص من جنب واحد كده، فاحنا هنعمل لها فكرة. واللي بيساعدني ان انا اقول لها هات اشوف الحاجه، لان الحاجه بتتكلم عن نفسها. ازاي؟ يعني اشوف الجلابيه فيها ايه، نظامها ايه، لو ما فيهاش تطريز هجيب لها تطريزه، لو فيها تطريز وممكن نستغنى عن حاجه زي ما احنا هنستغنى كده فيها جيبين، فاحنا هنستغنى عن جيب واحد. وهنحطه بطريقه حلوه زي عبايات كتير بيبقى فيها التطريز فوق وتحت زي ما هوريكي دلوقتي. بس احنا دلوقتي مجبرين على وضع التطريزة في مكان معين. فاحنا الحتة المنسلة دي او الدايبة دي على جنب من الجناب من بتاعت العباية. فانا الاول بشوف اللي هي مقاسها قد ايه وسعها قد ايه عشان هينفع ولا مش هينفع. يعني انا بشوف الحاجة الاول وبعد كده اقول لها اقترح عليها، عجبها عجبها، ما عجبهاش خلاص. فانا الجزء اللي هو فوق القطعة في الاتجاه ده، فالجيب اللي ناحيته ده انا بفكه. طبعا القماشه فسكوز وناعمه جدا، فلازم يكون عندي مقص التشطيب او الفتاحه زي بتاعه العراوي، بس المقص التشطيب برضك احسن. فقلبت من الظهر وامسك فتله كده، انسلها الاول، بعد كده اشد بالايد بالراحه جدا عشان القماشه ناعمه زي ما قلت لكم كده. اهو قفلتها فتحتها من الظهر، وبعد كده بفتحها من هنا كده. وبعد كده امسك بقى الفتله فتله فتله كده بعد ما اشدها عشان تبان، وافتح الجيب خالص وافصله عن بقيه الجلابيه دي. في فكره تاني برضك، بس اللي بيحكمني التطريز. لو ما كانش عليها تطريز كنت انا هوريكم في اخر الفيديو في تطريزات عندي ممكن اعملها، احطها لو القطعه صغيره. بس لو ما كانش عليها تطريز يبقى اي تطريزه تنفع عليها، بس المهم يكون على قد حجم القطع. تمام كده. انا دلوقتي بفكها غرزه 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 كده مع بعض عشان اوريكم برضو ان الحاجات الناعمه دي القماشه دي اللي بتحكم ان انا افكها ازاي. وطبعا مكان الخيط ما انا بفكه ما فيش اي تنسيله ولا في اي علامه خالص. دلوقتي احنا خلصنا الجيب، وادي شوف العلامة مكان الجيب مفيش اي حاجة، دوبك الفتلة بس بتشال، لكن ولا فيها اي حاجة خالص. تمام. انا طبعا كان المفروض ان انا اسيب الجيب اليمين، لان الجيب اليمين مع الايد اليمين هي اللي بتستعمل اكتر، لكن انا القطعة هي اللي حكماني. فانا بجيب الجيب الاول واجربه كده هيبقى شكل كده ازاي، زي ما وريتكم في صور في العبايات بتبقى فيها تطريزة فوق وتطريزة تحت، هيبقى كده على جنب وجنب. واخدين بالكم كده؟ انا بحاول اجيب لكم افكار لاي حاجه تصليحات عندي بتجيلي. لكن لو على التفصيل بصراحه انا بيجيلي شغل الحمد لله يعني، و بفصله كده. بس بصراحه التركيز في التليفون في المونتاج، لان اصعب الفيديوهات بتبقى محتاجه مونتاج اكتر. فده مأثر على نظري وعلى برضك رقبتي وكده. ربنا يشفينا ويعافينا ان شاء الله. فانا بحاول اجيب لكم الحاجات اللي هي بتبقى اعاده تدوير او اعاده تصليح، ودي بصراحه بتهم معظم الناس دلوقتي قوي في ظل الغلاء اللي احنا فيه. تمام كده. فربنا يقدرني وانا احاول اجيب لكم حاجات تفيدكم اكتر. انا دلوقتي بقى بحط الجيب على المكان بالظبط، بس لازم اشوف واتاكد. هي انا عايزه الخياطه في النص، القطعه تبقى في النص، عشان مع الحركه ولا اي حاجه اذا زادت القطعه ما تجيش يبقى على حرف الجيب او التطريزه اللي انا حطاها. فلازم تبقى في النص. فانا الاول بدبسها
بعد ما اظبط المكان بتاعها ادبس بالدبابيس عشان تحت الدواسه ما التطريزه ما تتزحزحش مني لا يمين ولا شمال، وتبقى مظبوطه. نفس الجيب بيبقى من فوق الاتجاه التاني. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دلوقتي انا بتاكد برضو، بشوف القطعه من تحت واصله فين، وبركز برضو الاول بدل ما اخيطها، لان القماشه مش مستحمله ان انا اخيطها. ده الفسكوز الناعم جدا والقماشه طريه جدا، فانا بدبس من كل النواحي وبعد كده اجيبها تحت الدواسه، لان تحت الدواسه بتبقى مختلفه يا جماعه. حتى لو الحد هيخيط بالايد تحت الدواسه بتبان المهنه دي، سواء عيوبها او ميزاتها القماشه يعني تحت الدواسه. يعني اللي بيقول لي انا درست او اتعلمت التفصيل او الخياطه نظري، او له تحت المكنه وتحت الدواسه بتبان شطاره اللي بيخيط او عدم شطارته. فعشان كده الممارسه العمليه غير النظري خالص في الخياطه بالذات. ولازم قبل ده كله برضك نصيحه بقولها للناس اللي بتتعلم جديد، لازم تحبي اللي انت بتعمليه، هتحبيه هتصبري عليه وهتطلعي حاجه كويسه، لان الخياطه دي عايزه صبر. انت ممكن تخيطي حاجه وتفكيها مره واتنين وتلاته، فلازم يكون عندك صبر. تمام كده. دلوقتي انا بخيط. بصي بقى، هي الخياطه كانت في البدايه خالص في الاصل كانت على التطريزه، لان الجيب دون متحدد بتطريزه ذهبي، فهم كمصنع كانوا مخيطينها على التطريزه بالظبط. فانا جايبه لون نفس لون الذهبي ومخيطه بالظبط، عشان تلاقوا كده مركزه ان على التطريزه عشان الخيط ما يبانش بالمنظر كده. انا طبعا ده من فوق كده الجيب كان ليه شفه صغيره لانه تانيينها لجوه، فانا بفردها وكانت مديه بدوران بكيرف لتحت كده شويه. فبصوا انا بلويها برضك بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده، بخيطها على مهلي خالص اهو. بصوا يعني حتى من خفيه القماشه انا ببقى واخده بالي وانا بشيلها خالص اهو. بصوا شكلها كده برضو لما تتفرد بشيل الدبابيس. لما تتفرد خالص الجلابيه او العبايه هيتبان شكلها، بقت شكلها ايه بالظبط. اللي وصل معانا في الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما ينسناش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل له كل جديد باذن الله، اشعاراتنا احنا بتوصل لاكبر عدد باذن الله. تمام كده. ويا رب كده نعلى بيكو وليكو باذن الله في القناه، ويا مسهل ان شاء الله كده يعني ايه، عشان في ربنا كبير. ادي العبايه بعد ما خلصت كده برضك في اخر الفيديو زي ما قلت لكم اللي انا هوريكم. عندي تطريزات صغيره، لو كانت القطعه صغيره وما كانش فيها تطريز انا بحطها ازاي. الشفه دي اللي هو مكان الجيب دي مش هتبان قوي وهي ملبوسه، مش هتبان خالص. فطبعا اهم حاجه برضك ان احنا ننظف حوالينا في الفتل، عشان ده برضك عايزين نخليها اكنها جايه بتطريزتها كده، واحده فوق وواحده تحت. تمام كده. كده هي احنا كده خلصنا العبايه، وادي شكلها بعد ما خلصت. ودلوقتي هوريكم التطريزات الموجوده عندي شكلها ايه. التطريزات دي كانت عندي من زمان، من ساعة ما كنت فتحت المحل خالص، فكنت ببيع فيها حاجات خردواتي مع التفصيل، يعني كل ما يلزم الخياطة والتفصيل كنت بجيبه. فدي تطريزات كنت بجيبها بالدستة كده او بالكيس، وعلى بادجات على حاجات كتير يعني. فدي بواقع عندي لما حد بيحتاج فبعملها. فانا بقول ان هي لو كانت حاجة صغيرة القطعة صغيرة كنت هحط التطريزة دي الذهبي او الفضي على حسب ما شكل العباية يبقى ايه، وعلى حسب برضك صاحبة العباية اللي هتلبس يبقى شكلها ايه. هنا بوريكم ان احنا ممكن نعمل اللي هي الذهبي على الفضي لوحدها، وممكن نعمل الوردتين دول كصحبة، وممكن نعملهم 3 جنب بعض حسب ما احنا عايزين، او صاحبة العباية زي ما قلت لكم. بس شايفين اللي هم لما يكون صحبة 3 وردات كده، على لو عباية ما فيهاش اي رسم خالص احطها على الصدر من فوق على الناحية مثلا اليمين، واحط الصحبة التانية على الشمال من تحت. يا رب اكون قدرت اوصل لكم ازاي تعرفوا تدبروا وتوفروا في الايام الغلا الحلوة اللي احنا فيها دي، واشوفكم على خير والسلام.